قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن استخدام اللغة الفرنسية تتراجع في دول المغرب العربي مقارنة بوضعها قبل 20 أو 30 عاما، مشددا على ضرورة استعادة مكانتها في هذه الدول وفق ما ذكرته وكالة الأناضول. جاء ذلك خلال لقاء بين ماكرون والسفراء الشباب الفرنكوفونية في جزيرة جربة شرقي تونس على هامش الدورة 18 للقمة الفرنكوفونية وفق مقطع مصور بثته الرئاسة الفرنسية. وردا على سؤال أجاب ماكرون بأن اللغة الفرنسية تمتد ديمغرافيا في بعض البلدان الفرنكوفونية، ولكن يجب أن نكون واضحين، هناك تراجع حقيقي للغة الفرنسية في دول المغرب العربي. وشدد على أن الفرنسية شهدت تراجعا في استخدامها بين الشعوب المغاربية عكس ما كان عليه الوضع قبل 20 أو 30 عاما. واستعمرت فرنسا دولا في منطقة المغرب العربي منها الجزائر وتونس والمغرب، بينما اعتبر ماكرون أن هناك أسبابا سياسية لهذا التراجع والرغبة في استعمال لغات أخرى، وكذلك وجود لغة إنجليزية سهلة الاستعمال. وأضاف أن التحدي الحقيقي أمام الفرنكوفونية هو تعزيز استخدام اللغة الفرنسية، خصوصا في قارة إفريقيا حيث تستخدم على نطاق واسع. كما تابع ماكرون قائلا يجب أن يكون هناك برنامج استرداد لمكانة اللغة الفرنسية، واقترح تعزيز برامج التعليم والثقافة والرياضة وشبكة التعليم الفرنسية في العالم. وفق بيانات المنظمة الدولية للفرنكوفونيا فإن عدد المتحدثين بالفرنسية يناهز 321 مليون شخص في العالم، ما يجعلها في المرتبة الخامسة بين اللغات الأكثر انتشارا، فيما تعقد القمة الراهنة للفرنكوفونيا تحت شعار التواصل في إطار التنوع، التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني.